في مدينة الحلة قرر المواطن السيد حكيم أن يتخذ خطوة عملية في مواجهة المشاكل التي تعاني منها شوارع المدينة دون انتظار حلول من الحكومة. على الرغم من بلوغه 67 عاما يستخدم سيارته الخاصة مع مجموعة بسيطة من الأدوات لملء الحفر وإعادة ترميم الطرق المتضررة. هذا من جهودي يعني ما قاعد واحد قايل لي، وهذا يعني انا قاعد اصلح شوارع وصار لي 12 سنه، وهذا خلف طيب يلقى طيب، خير الناس من نفع الناس، تزرع تحصد، وهذا أسوأ من الشارع ماكو، ما عندي هاي سيارتي بس هاي خاصه، ما حد يعاوني ابي نهائيا، ولا دا طلع عامل، هذا عامل والله من جيبه ضطي والله. مبادرته تحولت إلى عدوى طيبة جعلته رمزا للمسؤولية في زمن يتصدر فيه التقصير. كرم بقطعة أرض من رئيس الوزراء، لكنه كما يقول لا يزال يصطدم بجدران المماطلة في دوائر المحافظة. قطعة أعطانيها رئيس وزراء قال لي تستاهل هالقطعة، وأنا ما عندي قطعة، قال لي هاي قطعة إن شاء الله، جبتها تقريبا صار لها سنة وخمسة أشهر 6 أشهر، لحد الآن قطعة ماكو. هاي طبعا أنا هواي داعيته هواي، أناشد رئيس وزراء محمد شياع السوداني المحترم والمالكي إن شاء الله الطيبين، أنا أريد قطعة أعيش بيها، ولحد الآن ماكو قطعة، يدبون محافظة من على البلدية والبلدية من على المحافظة، واحد من على واحد. وبالرغم من أن السيد حكيم يتلقى بعض الدعم من المتبرعين أصحاب المعامل أو رجال المرور بين حين وآخر، تبقى جهوده فردية ولا تتبع أي إطار رسمي. هو ليس موظفا حكوميا ولا يعمل في بلدية، بل وجد نفسه أمام اختبار لانتمائه، فراح يصلح ما يقوى على إصلاحه. حسين العوادي، عراق الحدث، بابل.